السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إيكو جيستيون إي أورينتاسيون. إذا بعد ما تحدثنا في فيديو سابق على نظام التدريس بمؤسسة التكوين المهني، وعرفنا باللي فيه 4 المسالك. اليوم غادي نهضروا على واحد من هذوك المسالك، هو مسلك تقني متخصص. اللي معرفة مناش كيتكون هذا التقني المتخصص وكيفاش كتتم الدراسة فيه. ما عليكم إلا تتابعوا معنا هذا الفيديو. إذا عدنا لكم أصدقائي من جديد، وغادي نبداو الفيديو ديالنا إن شاء الله. غنبداو بالتعريف بمسلك تقني متخصص. إذا يلج هذا المستوى من التكوين المرشحون الحاصلين على البكالوريا أو دبلوم تقني معترف به من طرف السلطات العمومية. يعني اللي عنده الحق يمشي لهذا الفيديو، عفوا اللي عنده الحق يمشي لهذا المسلك هو أصحاب الدبلوم تقني اللي داخلين التكوين بالنيفو باك وحصلوا على الدبلوم التقني. يمكن لهم يمشيو للتقني المتخصص عن طريق نظام باسغيل. غادي تلقاو الشرح ديال نظام باسغيل وكيفاش كاين في الفيديو الخاص بالنظام الدراسي للتكوين المهني، غتلقاو على القناة. وكذلك الحاصلين على البكالوريا يلا شاد الباك حتى هو يمكن ليه يدير تقني متخصص، بشرط يكون بكالوريا طبيعة الحال، وداك الدبلوم يكون محصل عليه من مؤسسة معترف بها من طرف الدولة. الشرط الثاني ألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة على الأكثر عند تاريخ التسجيل. يعني من يبغي يتسجل خاص الماكسيموم يكون عنده 30 عام، ما يفوتش 30 عام، ما يفوتش 30. ولكن واحد الخطأ، يعني أن يقل عمر، شيء ألا يقل، يعني أن يقل عمر المترشح عن 30 سنة، يعني يكون عنده ماكسيموم 30 عام، ما يفوتش 30 عام. إذا هذه هي شروط الولوج لمستوى تقني المتخصص. الآن غادي ندوزو الحاصلين على البكالوريا أو الإجازة من مسالك الآداب والتدبير المحاسباتي والعلوم التقنية. غنشوفوا هاد الناس واش عندهم شي آفاق في التكوين المهني ولا لا، لأنك كنعرفوا أصحاب البكالوريا علمية عندهم الحق يمشيو لجميع الشعب المتواجدة في التكوين المهني، بينما أصحاب البكالوريا الأدبية والاقتصادية والمحاسباتية عندهم شعب محدودة جدا يمكن لهم يمشيو ليها. هاد الشعب هي كالتالي: في مجال administration gestion et commerce، يعني في المجال الإداري ومجال التسيير ومجال التجارة، يمكن للناس اللي عندهم بكالوريا أدبية يديروا الشعب التالية: يديروا technicien spécialisé en commerce، تقني متخصص في التجارة، ولا technicien spécialisé en gestion des entreprises، تقني متخصص في إدارة المقاولات، ولا technique de secrétariat et de direction، ولا تقنيات ديال السكرتاريا. هذه كتكون فيها جوج ديال الشعب، وحده بالبكالوريا وحده بدون بكالوريا يعني بنيفو باك. بالنسبة للمجال أوديو فيزيوال اي سينما، أصحاب بكالوريا الأدبية عندهم الحق يمشيو تكنيسيان سبيسياليزي اون ديكور اي اكسسوار، تكنيسيان سبيسياليزي اون افي سبيسيو، et technicien spécialisé en régie et gestion de production. هادو هما الشعب اللي يمكن لصحاب مسالك الآداب والاقتصاد يمشيو ليها في مجال الأوديو فيزيوال اي سينما. بالنسبة للمجال تكستيل اي ابيومون عندهم الحق يديروا تكنيسيان سبيسياليزي اون موديليزم اندستريال اي تكنيك دابيومون اندسترياليزاسيون. هاد جوج الشعب من عندهم الحق يديروهم بالنسبة للتكستيل ابيومون. وبالنسبة لمجال توريزم اوتيلير ريستوراسيون، هاد المجال عندهم الحق يديروا تكنيسيان سبيسياليزي ديال لاجونس دو فواياج،
technicien spécialisé animateur touristique, technicien spécialisé assistant de direction hébergement et technicien spécialisé assistant de direction restauration. هادو هما الشعب اللي يمكن ليهم يديرون في مجال توريزم اوتيلغي اي ريستوراسيون. بقى لينا مجال ترونسبور يمكن ليهم يديروا تكنيسيان سبيسياليزي ديكسبلوطاسيون اون ترونسبور. اذا هاد الشعب هما الشعب اللي عند صحاب البكالوريا الادبيه عندهم الحق يديروها. هاد الشعب فقط، من غير هاد الشعب ما يمكنش لصحاب البكالوريا ادبيه او اقتصاديه يديروا التكوين المهني. طريقه التسجيل، فالملفات كما كنعرفوا تودع مباشره لدى مؤسسات التكوين المهني مرغوب في التسجيل فيها. يعني باغي تسجل فيها ستي ستارت غتمشي لستي ستارت تحط فيها الدوسي ديالك. وكيكون كذلك التسجيل عبر الانترنت. وعند الانتهاء من التسجيل يجب طبع المطبوع وإضافته إلى الوثائق المطلوبة وإيداعه في معهد التكوين المرغوب فيه. إذن هذه طريقة باينة. كتسجل في الانترنت، ملي كتكمل من التسجيل كتطبع الروسي اللي سجلتي به وكتزيد الوثائق اللي طالبين منك في الشعبة اللي باغي تسجل فيها، وكدي الدوسي للمؤسسة اللي باغي تسجل فيها. وثائق المكونة لملف الترشيح. هذا الملف من وثائق كيتكون كيف ما قلنا من مطبوع تسجيل بعد الانترنت، المطبوع اللي كتخرج ملي الروسي اللي كتخرج ملي كتسجل في السيت. ملف الترشيح يسحب من مركز التكوين، الثمن ديالو 50 درهم. هذا ملف الترشيح كتاخذو من ليستيا اللي باغي تسجل فيها، كتمشي لليستيا اللي باغي تسجل فيها كتشري من عندهم هذا الملف 50 درهم. ما يمكنش تاخذو من شي استيا واحده اخرى لان فيهم رقم تسلسلي، خاص يكون الرقم ديال هذيك الاستيا اللي بغيتي دير نتايا باش يتم قبول الملف ديالك. شهادة مدرسية بالنسبة للذين يتابعون دراستهم بالسنة الثانية بكالوريا، يعني الناس اللي يلا واخدين الباك خصهم يجيبوا معهم شهادة مدرسية. شهادة البكالوريا أو نسخة من شهادة الإجازة بالنسبة للناس الحاصلين على الإجازة باينة. بيان النقاط النهائي المسلم من الأكاديمية مصادق عليه، relevé de notes جيبو إيكاليزي. جوج تصاور ونسخة من لاكارت ناسيونال. إذا هادشي اللي كاين بالنسبة للملف. غنعاودوهم بعجالة. وثائق مكونة للملف كاين مطبوع تسجيل في الانترنت، ملف تسجيل الذي يسحب من مؤسسة التكوين المهني، الثمن ديالو 50 درهم. شهادة مدرسية بالنسبة للناس اللي يلا شاد ديال الباك، شهادة البكالوريا الأصلية، نسخة من شهادة الإجازة بالنسبة للناس اللي عندهم الإجازة، بيان النقاط المسلم للأكاديمية مصادق عليه، وصورتان ثم فوتوكوبي ديال لاكارت. إذن هادشي اللي كاين بالنسبة للوثائق المكونة للملف. طرق الانتقاء بمستوى التقني المتخصص. إذا باش تسجل في التقني المتخصص يعتمد انتقاء على ترتيب مترشحين حسب المعدل العام للبكالوريا، وتكون الأولوية كالتالي: الحاصلين على البكالوريا بمعدل يفوق 12/20 هادو كيديو الدوسي ديالهم كيتسجلوا مباشرة، مقبولين مباشرة بدون بري سيليكسيون بدون اي شيء. عندك 12 فوق غتحط الدوسي ديالك غتسجل في اي شعبة بغيتي. الحاصلين على بكالوريا علوم رياضية بمعدل اقل من 12. اذا كانت عندك بكالوريا علوم رياضية واخا تكون عندك اقل من 12 يمكن لك تسجل بكل سهولة. الحاصلين على بكالوريا علوم وتكنولوجيا ومهنية بمعدل أقل من 12 كذلك. إذن البكالوريا المهنية هي واخا تكون عندك أقل من 12. الحاصلين على الإجازة هي واخا تكون عندك أقل من 12 يعني تكون عندك غير 10 يمكن لك تسجل. الحاصلين على بكالوريا باقي الشعب بمعدل أقل من 12 يعني هذا هو الترتيب اللي كيعتمدوا عليه اللي عندهم الاولويه في الانتقاء. ملي كيبغيو يديروا انتقاء هما اللي عندهم اكثر من 12. الحاصلين على البكالوريا اكثر من 12 كيتقبلوا هما الاولين.
من بعد مني كيساليو من هادو كيدوزو للمرتبة الثانية حاصلين على البكالوريا علوم رياضية بمعدل أقل من 12. ملي كيكملو من هادو كيدوزو لهادو، مني كيكملو من هاد المرتبة الثانية كيدوزو للمرتبة الثالثة اللي قل منها، هي الحاصلين على البكالوريا علوم وتكنولوجيا ومهنية بمعدل أقل من 12. المرتبة الرابعة الحاصلين على الإجازة، والمرتبة الأخيرة الحاصلين على بكالوريا باقي الشعب، يعني من غير هاد الشعب جوج اللي ذكرنا، بمعدل أقل من 12. إذا هذا هو الترتيب اللي كيعتمدوا عليه في لابخي سيليكسيون. آفاق الدبلوم التقني المتخصص يدوم التكوين سنتين، ويشمل مواد نظرية وأشغال تطبيقية وتدريب داخل المقاولات والمؤسسات العمومية في مختلف القطاعات الإنتاجية. يتوج بالحصول على الدبلوم التقني المتخصص، والذي يتيح الاندماج في عالم الشغل، مواصلة التعليم العالي، دير الإجازة المهنية، إقامة مشروع خاص بصفة فردية أو في إطار تعاوني، والاستفادة من التشجيعات المختلفة التي تقدمها الدولة. إذن هادشي اللي كاين بالنسبة للآفاق دبلوم تقني متخصص. وكاين آفاق كثيرة كاين تحدثنا على بعضها في الفيديو السابق، وبعضها ذكرنا الآن، وميمكنش نحصروا الآفاق لأن كل شعبة وعندها الآفاق ديالها. داكشي كتير، واحد خصو غير يخدم ويتوكل على الله وغادي يكون غير الخير. اذا هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، شكرا على تتبعكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك وديروا ابوني لاشين ديالنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في القناة. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.